زي ما اتكلمنا عن دبي وجمالها وسحرها في الفيديوهات اللي فاتت، ما كانش لازم اننا ننسى ابو ظبي، اللي هي اكبر الامارات من حيث المساحة وعدد السكان، ومساحتها حوالي 87% من اجمالي مساحة الدولة. إمارة أبو ظبي بتقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والخليج العربي. قبل ما نكمل الفيديو، لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وما تنسوش تحطوا لنا لايك، وتعالوا نشوف الفيديو. طبعا انا دلوقتي موجود في الممشى بتاع البحيرة اللي احنا ماشيين جنبها دي. الممشى ده تقدر تعمل فيه اكتيفيتيز كتير، تجري، تتمشى، تنزل بالاطفال يتمشوا، ممكن بالسكوتر، ممكن بالعجله او البسكليتة، حاجات كتير تقدر تعملها هنا. هم هنا واخدين بالهم من كل حاجه وكل تفصيله في حياه الانسان، يعني هم موفرين لك كل حاجه انت محتاجها في المكان اللي انت عايش فيه، والدور والباقي عليك بقى ان انت يعني تشتغل وتقضي وقت الفراغ بتاعك بكل حاجة أو تستمتع بيه بكل حاجة هم مقدمينها لك من خدمات. ومش عايزين ننسى في القصة دي كلها، بصرف النظر عن الخدمات والمعمار الجميل، إن الشمس دايما موجودة. الشمس بالنسبة لنا يعني دي حاجة أنا مفتقدها في ألمانيا، فبالنسبة لنا دي أهم حاجة ممكن تريحني نفسيا. طول ما انت ماشي في اي حته في ابو ظبي او حتى في دبي في بعض المناطق، تلاقي دايما الرافعات العملاقه دي دايما موجوده في مناطق كتير. يعني الناس دي شغاله على طول، وادي واحده كمان، الناس دي شغاله على طول. واهم حاجه عندهم المعمار، لان هو ده اللي بيجذب الناس، هو ده اللي بيجذب السياحه، هو ده اللي بيجذب حتى ابناء الدوله. يعني الاستثمار في المعمار هو او في العقارات هو اكبر استثمار. ما تستغربوش بقى ان انا لابس شورت وكده، انا بستمتع بوقتي في الوقت ده. احنا في شهر يناير، في الوقت ده في المانيا احنا بنلبس يعني اعظم جواكت عندنا، وبنلبس البلطوهات وبنلبس حاجات كتير قوي، وبيبقى الواحد اساسا مش عارف يمشي من كتر الهدوم. فان انا ابقى قاعد كده بقى بالشورت النهارده والشبشب ونص كم، فده بالنسبه لي يعني عيد، النهارده عيد. انا قاعد دلوقتي في ابو ظبي كام يوم كده، وحبيت اوريكم بس المنظر عامل ازاي في المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي. بصراحه كل الاماكن هنا يعني خياليه، المعمار نفسه حاجه محترمه جدا، يعني واخدين بالهم من كل حاجه. والحاجات الجماليه بقى، اللمسات الجماليه اللي من بره عند كل تاور، يعني تلاقي بقى الالوان الاضاءه برضو بالليل بالنسبه للاماكن دي خطيره. بس احب اقول ان من وجهه نظري الشخصيه يعني التفاصيل ملهاش حل حقيقي. اول انطباع كده انك تاخده عن المكان اللي انت قاعد فيه، او اللي انت نازله، او اللي انت نزلته سياحه، او انت رايح تعمل اي حاجه، يعني حاجه محترمه جدا، ما اقدرش اقول غير كده. حاجه من الحاجات اللي عجبتني قوي ولفتت نظري، ان تحت كل طوى او كل عماره عاملين زي استراحه زي ما انتم شايفين كده. استراحه عشان الناس تقعد عليها، استراحه طبعا مش لاصحاب العماره بس، او مش للناس السكان بتوع العماره بس او بتوع التاور بس لكل الناس. ودي حاجه تلاحظها وانت ماشي في ابو ظبي، تحت اي طوى هتلاقي منطقه كده تقعد فيها. ويعني مراعين طبعا موضوع ان الشمس تبقى طول النهار قويه جدا، فحاطين برضو زي حاجات كده تحميك من الشمس. المهم دي تفاصيل يعني ممكن تكون صغيره وبتاثر في نفسيه الواحد اللي عايز يشتري هنا مثلا شقه او عقار، او يأجر شقه او عقار. فكل الحاجات الصغيره دي حتى لو
بسيطه جدا بس بتفرق في نفسيه الواحد. دلوقتي نطلع نخلص اللي ورانا على السريع. طلبت ايه النهارده يا باشا؟ يا نهار ابيض. مشاوي. شايف الطبق عامل ازاي؟ رز بخاري. رز بخاري. ايه اللي هو الرز البخاري؟ يعني على رز البخار؟ بخاري مع المشاوي. يعني طريقة الاكل تسويته يعني، او يعني هو اسمه رز بخاري. طريقة غير الرز المندي، غير رز الكبسة، غير رز اقول لكم بقى ايه الحاجات اللي موجوده في الطلب. ده العيش، شكله صغير شويه بس هو العيش اللي موجود. وطبعا دي السلطه الخضراء بتاعتهم، خيار وطماطم وخيار مخلل وجزر وليمون وجرجير. نيجي بقى اسمها فتوش دي، الفتوش اللبناني. طبعا مكوناته انا نفسي معرفهاش، بس كلنا عارفين الفتوش اللبناني. وسلطه الطحينه، ودي الصلصه بتاعتهم اللي بيجيبوها مع الرز البخاري. الرز البخاري هو رز معمول بطريقه البخار تقريبا، وانا اول مره اكله بصراحه هنا. والمشاوي بقى زي ما انتم شايفين، فراخ، صدور فراخ تقريبا بالكاري اللي هي الصفرة دي، ودي صدور فراخ عاديه، وكفته، وفي حاجات تانية انا لسه معرفهاش. هنجربها دلوقتي وهنقول لكم على راينا. جامع الشيخ زايد الكبير، واحد من أكبر المساجد في العالم. ويقع على أرض مساحتها 555 ألف متر مربع، وكل تفاصيله فيها إبراز لخصوصية التقاليد الإسلامية المتوارثة. مسجد الشيخ زايد أكبر جامع موجود في الإمارات العربية المتحدة. أي حد بيزور دولة الإمارات العربية المتحدة بيبقى عامل في البرنامج بتاعه يوم كامل لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير اللي موجود في أبو ظبي. كمان الشيخ زايد الله يرحمه أمر بأن الجامع يكون مبني بارتفاع 11 متر عن مستوى سطح البحر، وعلى ارتفاع 9.5 متر عن مستوى الشارع، عشان الناس والمرة يقدروا يشوفوا الجامع بوضوح من جميع الاتجاهات. استغرق بناؤه حوالي 11 سنة. في درب التسامح في كتير من الصور الموجودة على الجدران اللي بتحكي قصص كل ركن وكل قطعة قبل وبعد بناء المسجد. الجامع بيحتوي على مبنى الجامع وحرم الجامع وسوق الزوار وحدائق الجامع والمرافق الأخرى. طبعا اللي الواحد شايفه في الممرات دي لغايه ما توصل جوه الجامع بصراحه شغل وهم، يعني اجراءات امنيه كانك داخل المطار، كانك داخل على الطياره وتشيك ان والكلام ده كله، بجد كانك داخل المطار. الافتتاح كان 19 ديسمبر 2007. دلوقتي احنا في طريقنا للجامع، الساحه بتاعت المسجد. هنشوف ان شاء الله، ناخد شويه صور ونعرفكم برضه على شويه تفاصيل من جوه المكان.
حرم الجامع بيغطي مساحة 40,000 متر مربع، والمساحة دي تم بنائها من الرخام المقدوني. مساحة صحن الجامع حوالي 17,300 متر مربع، وبتتسع لحوالي 31,000 مصلي، وده فقط صحن الجامع. تفاصيل يا جماعة، تفاصيل. طالما جيت دبي ولا جيت أبو ظبي لازم تيجي المكان ده، لازم تيجي تزور المكان ده. سبحان الله. هنا ده هنا مصلى عادي. دي ساعة. جامع الشيخ زايد بيعتبر تحفة معمارية إسلامية موجودة على أرض الإمارات العربية المتحدة. المنارات بترتفع حوالي 106 متر، وعليها تيجان ذهبية مصنوعة من صفايح الذهب إيرات 24، وفي كمان 82 قبة مبنية من التراث المغولي ومتوجة كلها بصفايح من الذهب عيار 24. الآيات القرآنية اللي جوه المكتوبة من جوه دي، وكل قبة من الداخل مزينة بآيات من القرآن الكريم مكتوبة ب3 أنواع من الخط العربي، واللي بيعتبر خط النسخ واحد منها. جامع الشيخ زايد هو صرح إسلامي كبير بيجمع بين الزخرفة والهندسة. فانت بص يا دوب بتعدي الشارع، وتعدي الشارع تبقى في ياس مول، فعشان كده غاليه. وهنا بص اللي منور العواميد البيضاء دي اللي هي ياس ميرينا سيركل بتاعت سباقات الفورمولا 1 اللي هي عامله زي المظلات دي. وصلنا لجزيرة ياس، وهي جزيرة في أبو ظبي مساحتها 25 كيلومتر مربع. ده مثلا اعتقد ده كان ستيج، وتعتبر واحدة من أفضل المشاريع السياحية اللي اتعملت في أبو ظبي. واللي فيها أماكن ترفيهية كتير، على سبيل المثال الفيراري وولد وياس ووتر وولد وياس مول واتحاد أرينا. بس للأسف لضيق الوقت ما قدرناش نزور الأماكن دي كلها. على وعد إننا هنرجع تاني. الساعة داخلة على 11. ده بيتش كلاب برضه، ده شغال؟ كلاب على المية شغال. ده اوتيل، ده هيلتون. ويلكم تو ابو ظبي. الله يخليك يا ويلكم يا ويلكم. ف انا كنت بقول ايه؟ يمكن الواحد لسه ما زارش اماكن كتير في ابو ظبي، لسه ما فيهاش كلها، ودبي، بس اقدر اقول ان جمال ابو ظبي حلاوته في هدوءه، مفيش الاكشن الكتير. صح بتكلم صح؟ انا انت راجل فاهم اكتر مني. ابو ظبي حلوه، ابو ظبي حلوه وفيها اماكن كتير جدا تتراح تنبسط فيها. عاوز برضو نايت لايف، في نايت لايف. ابو ظبي فيها كل حاجه. تمام. بس ايه طبعا دبي هي معروفه ان هي الهب بتاع كل النايت لايف، بس هنا في ابو ظبي برضو في نايت لايف. تمام. يعني الواحد شافه في خلال كام يوم في دبي ان الديناميكيه اكتر شويه من هنا في هدوء وجمال. أيوة. وهناك صح، يعني دبي ممكن بس هنا انت تتبسط وفي رواقك كده. ماشي. طيب طبعا يعني اسمها ايه المنطقه دي؟ اسمها ياس. ياس ايه بقى؟ جزيره ياس. جزيره ياس ايلاند. ف لو اتفرجت معايا على الفيديو لحد هنا
ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل لايك للفيديو، واعمل فولو على الانستجرام والتيك توك، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.